جسدت بطموحه صورة مثالية عن الشاب العصامي المؤمن برسالته وتحقيق أحلامه. شخصية جادة، مركز على إدارة أعماله تركيز عميق. نفذ العديد من المشاريع داخل لبنان وخارجه. بصماته بالعمل الخيري كتيرة، مثل جمعية بتعنى بالمسنين ومرضى السرطان وأطفال التوحد. قرر تأسيس جمعيته الخاصة بالوسط. نال العديد من الألقاب، أبرزها سفير النوايا الحسنة من عدة دول وشهادة تقدير من إحدى المنظمات الدولية، وهو مؤسس وناشر منصة الوسط الإعلامية. بدي أدعي الإعلامية دانيال لتكريم وإعطاء جائزة أفضل رجل أعمال لبناني شاب السفير محمد عطلة. تفضل لعنا. بدي أقول شكراً للأستاذ مازن، بدي أقول شكراً لمهرجان أفضل، بدي أقول شكراً لكم كتير. بدي أتشكروا على هيدي الجائزة اللي هي مسؤولية كتير كبيرة على عاتقي، وإن شاء الله أكون على قد هيدي المسؤولية للمنصة ولجمعيتي، وشكراً كتير لكم.